هي مساندة الدور الحكومي لعمل الاتحاد المصري لكرة القدم. مساندة الاتحاد المصري وراه أكيد الدولة للجهاز الوطني في الرحلة القادمة اللي هتمتد لكأس العالم. ده هدف من الأهداف النهارده المؤتمر. الهدف الآخر هو طبعا من كابتن هاني قال إن عندنا مشروع 2038 وهيكون في وقت ليه ياخد وقته على التفاصيل اللي موجوده بمستهدف هيكون موجود. اكيد ده هيشمل رعايه الانديه الشعبيه والاهليه اللي موجوده حتى لو في ابعاد اقتصاديه. العلاقه اللي هتكون موجوده ما بين اتحاد الكوره وتنظيم الدولي من خلال الرابطه، لوائح تحدد العمل بشكل كبير جدا. كمان قواعد الاهتمام بالناشئين، قواعد الاهتمام بانتقاء المواهب اللي كمان احنا بندعم هذا الموضوع. كمان دعم الدوله في 6 اماكن هتكون مهيئه منتخبات قوميه. بنبدا بمدينه الاسماعيليه الحقيقه، ويكون في مركز تدريب منتخبات قوميه اخر. كل الدعم الحقيقه الفكر التطويري اللي جاي. مشروع كرة القدم المصري مش هيبدأ من الفترة الحالية. مصر ليها تاريخ كبير جدا، أسامي المدربين وأسامي النجوم الموجودين ومنهم كابتن حسام يعني العميد. دي كلها حاجات ومعطيات مش بنبدأ من مرحلة يعني لسه بنبدأ، لكن هي تراكميا على مراحل كبيرة موجودة سواء